لا وبعد كده رحت ماشي. انا مش عايز اكمل معاكي، حاسس ان انا مش مرتاح، حاسس اني حلو قوي كده، حاسس ان انت مش فاهماني، حاسس ان انا ممكن يكون عندي اوبشنز احسن منك. انت ما بتقوليش حاجه ليه؟ اه يعني بس انا فراق سهل كده بالنسبه لك؟ انت عمرك ما حبيتيني، انت عمرك ما حسيتيني بالامان. انا عمري ما حسيت معاكي بالحنيه. خلاص امشي، امشي، امشي وما تكلمنيش تاني. خلاص طيب ما تزعليش، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. احنا بدأنا كل حاجه مع بعض، وانا كمان بحبك قوي. السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من التشانل بتاعت الفاجر الملك العظيم حبيب توفيق الحديد. حاسس ان انا نقاش قوي وانا لابس شيرت ارسنال ده، حاسس ان انا محتاج اخلص حيطه او حاجه. بس يا اسطى ده مش تيشيرت ارسنال، عارف ده تيشيرت انتر ميلان. مين فينا ما حبش قبل كده؟ مين فينا ما سمعش عمرو دياب وحس بحاجه؟ مين فينا ما مرش بقصه حب فجره في تالتة اعدادي؟ من ساعتها هو بيدور على البنت دي كل البنات، على امل انه يحس بنفس الاحاسيس اللي حس بيها وهو في تالتة اعدادي. فاحنا النهارده موضوع حلقتنا عن الحب والرومانسيه والحاجات الوسخه دي. الحب احساس محدش يقدر يوصفه. يعني لو انت رحت لواحد وقلت له اوصف لي يعني ايه الحب، هيقول لك مش عارف، بس عارف كده لما تحس بفراشات في بطنك. ازاي لما تحس بفراشات في بطنك؟ هو ده الوصف للحب حرفيا. دي اعفن حاجه في الدنيا. انت كده في دود فضل في بطنك كتير فشخ لدرجه ان هو بقى فراشه. والحب ليه اله اسمه كوبيد. هو مش كوبيد ده يعني مربع 3 دي؟ ازاي يعني اله الحب يبقى مربع 3 دي؟ الا لو انت عندك فتش ثلاجات تروح تفتحها بالليل بعد ما كل الناس تنام عشان انت جعان. بهزر، اله الحب مش مربع 3 دي، هو عيل صغير باينه وماسك قوس ولما تحب بيزقلك بيه. حرفيا ده اقل عيل في العيد. الفرق بس ان هو معهوش مسدس خرز. والمفروض لما تحب كيوبيد بيمسك القوس بتاعه يروح ضربه في قلبك. انا مش عارف يعني، بس يعني هو مش خرم في القلب ده مرض، حاجه الناس بتروح تتعالج منها. تعالوا بقى نعمل اله التسامح، واللي يسامح اله التسامح ده يديله بالشوم على دماغه او حاجه. وبيقول لك في 7 مراحل للحب. اول مرحله هي احمد مالك وجميل عوض. تاني مرحله احمد داوود وياسمين رئيس. تالت مرحله ماجد الكدواني وشيرين رضا. هتقول لي بس انت قلت 7 مراحل لتوفيق، اقول لك مظبوط، كانش فيه بادجت. الحب بتاع الرجاله يفرق عن الحب بتاع البنات. يعني مثلا البنت تحب الراجل اللي يشيل مسؤوليه، اللي يعتمد عليه، يكون قد كلمته، يكون عنده راي، لما يعجبوش حاجه يقول انا مش عاجبني الحاجه دي، لما يشوف حاجه عجباه يقول الحاجه دي عجباه، ما يكونش بيشرب سجاير، بيصلي، بار بابوه وامه، بيروح الجيم، ما يعرفش بنات غيرها. الراجل بقى يحب البنت عامه، يعني اي حاجه، هات اي حاجه يعني. وفي ناس بنت كاريرها كامل على اغاني الحب. وفي ناس بتحب نفسهم، دول حرفيا اوسخ ناس ممكن تقعد معاهم. يعني ايه يا اسطى بتحب نفسك؟ يعني ايه يا اسطى لما تيجي تبص في المرايه بتبص في المرايه عادي من غير ما تتكسف؟ يعني ايه بتعرف تقعد لوحدك من غير ما تتكلم مع حد عشان انت لو اتسبت لدماغك هتنط من الشباك؟ واشهر قصص الحب هي قصه روميو وجولييت. القصه دي في الحقيقه هي قصه مأساويه جدا، مش فاهم ازاي الناس بتاخدها على انها قصه حب. بيقول لك ان روميو وجولييت كانوا واقفين عند الجبل، وبعد كده روميو وجولييت نط من فوق الجبل، والبنت اللي كان بيحبها روميو وجولييت ما نطتش. من ساعتها جت بقى عباره ليدز فيرست. وفي قصه تانية للحب اسمها مجنون ليلى. مجنون ده كان اسم شخص بجد، كان اسمه مجنون، والبنت اللي بيحبها اسمها ليلى. مجنون ده كان مجنون بليلى، فالملك لما شاف مجنون بيحب ليلى فشخ كده فقال اوف، دي ليلى دي اكيد هتبقى صاروخ، هتبقى مزه فشخ. المهم الملك قال هاتولي ليلى، فجابوا ليلى. الملك بص لها وقال لها انت مد فشخ، انت 4 من 10. قالت له ايوه، ما عشان انت مش مجنون او حاجه. دي القصه يعني. وبعدين يعني ايه واحد يسمي ابنه مجنون؟ ده في الشهر العقاري او ايا كان بيسموا اسامي العيال فين. ما اعتقدش زمان كان في شهر عقاري يعني، زمان كانش فيه شهور اصلا ولا كان فيه عقارات. المهم يعني في ايا كان المكان اللي بيسموا فيه اسامي العيال ده، قال لهم اسم ابنه، قالوا له انت مجنون؟ قالوا له لا انا ابوه. فالموظف قال له اه انت فقال لهم لا ده جدي. بعدين الناس بتسمي ابنها السيد فيبقى السيد كريم، او البي فيبقى البي كريم، او لو هم معهمش، او لو هم معهمش، او لو او او لو هم معهمش فلوس، او او لو هم او لو هم معهم، او لو هم معهمش فلوس سموا الشحات فيبقى الشحات كريم. انما مجنون فيبقى مجنون كريم. انت كده يا اما هتطلع اكتر واحد شاذ في العالم، يا اما اكتر واحد بيكره اوبر في العالم.
وفي قصه تانية بين اتنين كان اسمهم قس وليلى، تقريبا دول كانوا ليزبيانز، ولو اتنين بيحبوا بعض قوي بيمارسوا حاجه اسمها الجواز. الجواز ببساطه هو الاشهار، هو انك تقول لكل الناس انك هتتجوز دي. يعني انت مثلا ممكن بدل ما تروح تتقدم وتترفض وتتقدم تاني وبعد كده توافق وتقرا فاتحه وبعد كده تجيب دبلتين وبعد كده تروح تحجز قاعه عشان الخطوبه وبعد كده تروح تحجز قاعه علشان كاتب الكتاب وبعد كده تروح تحجز قاعه عشان الفرح، تخانق وتتطلق، ممكن تقول يا جماعه انا هتجوز دي، تشاور عليها كده. ولو شفت واحد صاحبك لسه متجوز جديد هتساله بكل ادب بكل احترام، مالك يا اسطى انت عجلت كده ليه؟ انت بتسمن عشان العيد او حاجه ولا بيشربوك ميه محقونه بسمنه يا ابو فردتين انت يا مشلان؟ انتوا بيأجروك في الاعياد الميلاد بدل الغوريلا ولا ايه؟ فيبص لك في عينك كده ويقول لك لا مفيش عشان الجواز. المفروض انت تفهم يعني، خلاص بقى هو بيديك كلو وانت بقى خلاص انت جمع بقى، شوف بقى ايه ممكن ايه ليه يعني ليه انت هتجمع وتشوف بقى ايه ده عشان جواز ده قصده، ولا تدور على ريفرنسز يعني ايه عشان الجواز. ايه الجمله اللي مش مفهومه دي يعني ايه؟ هو مش الجواز ده علاقه بين اتنين؟ في حاجه اسمها جواز صالونات، ده غالبا اسم الجواز بس في دمياط. وقبل جواز الصالونات بيكون في حاجه اسمها قعده تعارف، دي ببساطه بيكون اتنين نازلين ديت عادي في نادي الشمس بس بابا وماما جايين معانا عشان ما نتوهش في نادي الشمس او حاجه. ايه يا اسطى خايف بقى؟ ايه يا اسطى راح تتجوز جايب معاك بابا وماما؟ ايه يا اسطى بقى هتعمل فرح فين بقى يا اسطى؟ في ماكدونالدز اللي في السراج مول البوفيه هيبقى هابي ميل ولا ايه يا اسطى؟ والناس طلعت بتكذب في شكل القلب. يعني انا وانا صغير كنت فاكر بجد شكل القلب الكيوت اللي هو شكل الطيس بس بالشقلوب ده. انت ما ينفعش تجيب هديه لحد بشكل القلب الحقيقي وبتاع والخرطومين الاورطي ولا بتاع ولا ايا كان اسمهم ايه خارجين من شكله مقرف فشخ. ففي حد شافه قال لي تعالى نعمل شكل القلب يبقى طيس بالشقلوب. ولو بتحب حد قوي بتجيب له ورده. انا مش فاهم انت ليه ممكن تدي لحد ورده الا لو هو بليغ حمدي او شغال في وزاره الزراعه او مريض في ايام الفراعنه. وفي كليه اسمها كليه الزراعه، ده غالبا الامتحان بتاعهم انهم بيقشروا بطاطس. بهزر، اكيد الناس في كليه الزراعه بتتعب فشخ، اكيد ممكن يكونوا بيقوروا كوسه او حاجه. لو حد عمل مشاتل في الجامعه بيكرموه. لما حد في وزاره الزراعه بيموت بيدفنوه في التربه. وقبل اختراع الاغاني لو حد عايز يبين حبه لحد كان بيقول له شعر. انا مش فاهم فين الحب في انك تقول لحد الخيل والليل والبيداء تعرفني. بصراحه اكيد في قصايد حب كتير بس دي الوحيده اللي انا عارفها في الشارع. يعني في حاجه اسمها اللاف لانجويج، ودي ببساطه الحاجه اللي انت بتعبر بيها عن حبك. واللاف لانجويج ليها 5 انواع. في 5 انواع من اللاف لانجويج. اول حاجه في لغه الحب هي كلام التاكيد، ودي ببساطه لما اللي معاك يقول لك تحب نروح ديستريكت 5 فانت تقول له اكيد. لما اللي معاك يقول لك هو انا اتخنت فتقول له اكيد او حاجه. تاني نوع من اللاف لانجويج هي قضاء الاوقات الممتعه، ودي ببساطه لما انت واللي معاك تقضوا اوقات ممتعه. تالت نوع من اللاف لانجويج هي الاعمال الخدميه، ودي ببساطه لما تعمل للي معاك اعمال خدميه. رابع نوع من لغه الحب هي تلقي الهدايه، لما اللي معاك يبتدي يصلي او حاجه. خامس نوع من لغه الحب هي الاتصال الجسدي، ودي غالبا انت بتحط سيم كارد في خلي بالك مش شرط الحب يقتصر على الاشخاص، انت ممكن تحب حاجات ماديه عادي. حاجه زي التكييف مثلا، انا بحبها فشخ. التكييف ده يا جماعه، التكييف ده افجر اختراع في العالم. انت متخيل ان انت مش مضطر تحس بالحر تاني؟ انت متخيل ان في صندوق مستطيل بياخد الهواء السخن بشفاط سحري فيه، بيدخله جوه المستطيل ده، بيخلطوا مع ماده سحريه اسمها الفريون ويطلعوا بعديها تاني هوا ساقع بشكل سحري. انت متخيل الناس زمان لما كانت تتحرر كانت بتقول طب هنعمل ايه بقى؟ الدنيا حر هنعمل ايه؟ وبعدين مش بس كده، انت كمان مش مضطر تقوم تفتح التكييف بنفسك. عملوا لك ريموت كنترول سحري، ممكن وانت قاعد في مكانك تفتح التكييف عادي. حد متخيل الفجر؟ بس طبعا يعني الريموت الكنترول السحري اللي معاك ده لازم توجهه للتكييف بالظبط، عشان لو وجهته عشان ممكن تفتح اي حاجه تانية بالغلط، مع ان الريموت ده جاي مع التكييف، هم اللي عاملينه يعني، هم اللي عاملين التكييف وهم اللي عاملين الريموت. بس انت لازم تحط حلوه الفور ارم بتاعتي، شكلها لذيذ. لازم تحط الريموت الكنترول توجهه ناحيه التكييف بالظبط، عشان ما حدش عارف ممكن تفتح الغساله بالغلط. وبيقول لك الدنيا دلوقتي احر من الدنيا زمان عشان في حاجه اسمها الغلاف الجوي، محدش شايفه غير وكاله ناسا اتخرم. مش فاهم ليه الناس بتصدق اي حاجه وكاله ناسا تقولها. وكاله ناسا تقول لك ايه؟ الارض مدوره. اكيد الارض مدوره فعلا. انا كنت حاسس ان الارض مدوره. يا جماعه في نجم كبير فشخ موجود في السماء لونه برتقاني اسمه شمس. ده حقيقي فعلا. ده الضوء بيجي في 8 دقايق و20 ثانيه تقريبا. يا جماعه في كوكب اسمه الزهره.
هو انتوا عبط يا جماعه؟ يعني ايه كوكب اسمه الزهره وانا في سبيس تون؟ وخدت بالي ان الناس بتكره تشوف اي مظهر من مظاهر الحب. يعني مثلا لو حد مثلا شاف راجل بيربط رباط الجزمه لمراته في الشارع، هيقول له بص المتني، بص المتني اللي بقصه الفاجر اللي بيربط رباط الجزمه لمراته في الشارع. مع انهم ممكن يربطوا رباط الجزمه في البيت عادي، بس هم لا، هم قرروا يعملوه في الشارع عشان هم ولات الحياه ما تربوش. شوف اللي بقصه تربط رباط الجزمه، يا متني يا زباله يا اللي بقصه. بس لو حد شاف راجل بيضرب مراته في الشارع هيعمل كده. ولو حد بيحب حد هيجيب له دبدوب، وكل ما الدبدوب ده بقى كبير اكتر وشبه الحقيقه اكتر، تبقى هديه احسن، تبقى هديه احلى واحلى. يا جماعه هو مش الدبدوب ده حيوان مفترس؟ انا مش عارف يعني بس هو مش الدبدوب ده حيوان مفترس بياكل بني ادمين او حاجه؟ ليه هو انتوا عندكم فتش حاجه مثلا؟ يعني في حاجه فايتاني. انا خايف فشخ يبقى في دبدوب قد الدبدوب الطبيعي بالظبط في اوضتي، ده انا بترعب من الشماعه وهي عليها لبس، تخيل في دبدوب حقيقي. وفي مقوله بتقول لك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. يا جماعه انت عبط، انت متخلف. يعني ايه حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب؟ يعني لو انا دلوقتي مثلا بعمل الشغلانه انا متوفره لي دلوقتي اللي انا ابقى في كول سنتر، وانا نفسي اكون مهندس، ازاي هفضل احب اللي انا اكون في كول سنتر لحد ما ابقى مهندس؟ هو ده بروجرس وده بروجرس. لو انا فضلت احب الكول سنتر هفضل شغال في الكول سنتر، مستحيل ابقى مهندس. حرفيا جمله ملهاش معنى. يعني انتوا بتعملوا فين؟ بتعملوا في الجرينلاند، بلد الاحلام. الدنيا عندكم، السما عندكم بينك، الكلاب بتشخ مارشميلوز في الدنيا اللي انتوا بتقولوا فيها حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب دي. تخيل حد عايش في الجرينلاند في ليله دخلته بيغنوا له ايه الجبنه بيضه بيضه. وفي فيلم لعادل امام اسمه حب في الزنزانه. الفيلم ده ببساطه قصته ان عادل امام وسعيد صالح صحاب قوي. لا معلش يا جماعه انا اسف. فيلم حب في الزنزانه ده قصته ان عادل امام اسمه بوبوس، وكان في شفره في جاتا. فاكرين مواليد التسعينات بقى هم اللي يفهموني بقى؟ كان في شفره في جاتا زمان كده لو كتبتها تخلي كل البنات اللي في اللعبه يجروا وراك. انا كنت بحب قوي اكتب الشفره دي واخلي كل بتاع 24 بنت يجروا ورايا. كنت بحس اني تيد باندي بس بالعكس. ولو في ولد البنات شايفاه امور زي كده هيقولوا عليه جان. هو ايه جان دي يا جماعه؟ ومش جان دي جايه من جن او حاجه؟ هو مش جان دي الجن العاشق اللي انا اعرفه؟ يعني اللي انا اعرفه ان جان دي هي الجن العاشق. وبعدين ليه في حاجه اسمها جن عاشق؟ يعني ايه جن عاشق؟ ده اكيد اطرى جني موجود في عشيره الجن، اكيد ابوه طرده من الكورنر بتاع الحمام اللي هم قاعدين فيه. تخيل تكون جني ممكن تعمل اي حاجه في العالم. انت عارف انت جني ممكن تعمل اي حاجه في العالم. انت ممكن تسافر اسبانيا تلبس اجود انواع البشر، بس انت اخترت تطلع لسعاد اللي من دمنهور وهي بتسرح شعرها. حرفيا يعني ايه؟ بمناسبة العفاريت في قصة كده معلقة معايا من وانا عيل صغير فشخ، ايام ما كنت بلعب سكواش، عشان السكواش دي لعبة الملوك، فطبيعي يعني انا كمان العب لعبة الملوك. الملوك كان عندهم سكواش بس ما كانش عندهم بطارية قلم. المهم ان الكابتن بتاعي كان حكى لي ان كان عنده واحد قريبه كان شغال على عربية نقل كبيرة، عربية النقل التقيل دي اللي هي بتمشي من غير نمر، تبقى حاملة رمل، والرمل بيقعد يخبط في الازاز، بيخش من الشباك في عينك، مش بيبقوا معلقين نمر، والمفروض يمشوا بعد الساعه 12 بس تقريبا الساعه عندهم بايظه. هم مش فاهمين ان في حاجه اسمها ساعه يعني غالبا يعني او حاجه. لما حد يسالهم الساعه كام بيعملوا كده، لو سمحت هو الساعه كام؟ لا مش عارف، ما عنديش ادنى فكره. طب انت عملت حركه الساعه، يعني انت ما دام عملت كده يبقى انت اكيد راجل بتعرف تقول الساعه كام. يعني مش عارف يعني، هي طلعت تلقائي. غالبا ابويا كان بيعمل كده او حاجه يعني. وهم داخلين يناموا بيقولوا لمراتاتهم كده انا داخل انام، صحيني بعد مده، بعد شويه، صحيني بعد شويه، صحيني بعد شويه بالظبط. عارفه لو اتاخرت عن شويه دي يا ناهد، صحيني بعد شويه بالظبط. عارفه لو بقت شويه وخمسه مش هيحصل كويس. ده الامبريشن بتاعي لسواق نقل تقيل لو اتفقت معاه اللي انت هتقابله الساعه 7 بالظبط. المهم القصه اللي الكابتن حكاها لي دي ان الراجل اللي كان عنده عربيه نقل كبيره دي في مره كان طالع مشوار بعيد، فابنه شبط معاه ان هو يروح. بابا عايز اروح معاك. المهم ابنه شبط معاه ان هو يروح الشغلانه، او كان الشغلانه دي كانت في مكان بعيد. المهم فعلا ابنه راح معاه، وهم في نص الطريق العربيه عطلت في نص الصحراء. حرفيا ما فيش اي حاجه في الدنيا، هم حرفيا في نص الصحراء. طب الواد عمل اذكى حركه في الدنيا وقال له استنى العربيه لحد ما اشوف حاجه في الصحراء، اشوف حد. المهم الواد فعلا الواد فضل مستني في العربيه، وابوه راح
راح مشى ناحيه الجبل كده يدور على ذئاب الجبل، او يدور على ذئاب او حاجه، انا بجد مش فاهم. هو راح عند الجبل يدور على مين؟ المهم يعني هو راح عند الجبل وساب ابنه لوحده في العربيه النقل الكبيره دي. المهم وابنه لوحده في العربيه شاف ناس مجموعه كده كتير فشخ نازلين من عند الجبل وقاعدين بيتنططوا وهم جايين عند العربيه. الواد خاف فشخ فنزل من الكرسي اللي جنب السواق وراح استخبى في البتاع الكبيره اللي هي بتبقى ورا دي، اللي هم بينقلوا فيها الحاجات. فالمهم الواد فضل مرعوب فشخ في البتاع اللي ورا دي، وابتدى يسمع اصوات الحاجات اللي جايه دي. هم مش بني ادمين، هو خلاص الواد عارف ان هم مش بني ادمين. والمهم جايين عليه، جايين بيقربوا وفضلوا يلفوا حوالين العربيه وهم بيقولوا ور وقاعدين بيلفوا حواليه. الواد فضل كده ساعتين مثلا بيلفوا حواليه بيقولوا ور وقاعدين بيلفوا حواليه. يعني لو سالتني ده بجد ما شاء الله يعني كارديو تحفه، يعني ما شاء الله عندهم انديورنس رهيب يعني. المهم ابو الواد جه والحاجات دي اختفت، فالواد طلع له الواد شعره كله ابيض، اتاري شعر الواد طقطق من كتر الخوف. انا مش فاكر انا ابتديت احكي القصه دي عشان اوصل لايه في الاخر، بس يعني ده اللي حصل. لو مش عاجبك يعني انا اقول اللي انا عايزه، انا اقول اللي انا احلم بيه. انا هنطرت معايا احكي القصه دي احكيها. ما تقوليش اقول ايه وما اقولش ايه. هي قصه مالهاش معنى، هي قصه فعلا مالهاش معنى، مفيش حاجه يعني تحصل عادي خالص يعني. روح اتفرج على عمر كاتو اللي بيسرق نكت الملوخيه مني، اتفرج على عمر كاتو الحرامي. فجاه ما شاء الله يعني، فجاه بعد ما انا قلتها عمر كاتو طلع هو اللي قايلها. يعني بعد ما انا قلتها سبحان الله عمر كاتو واياد الموجي فجاه نكته الملوخيه. ايه ده؟ دي نكته الملوخيه، دي نكته جميله، ليه ما نقولهاش يعني بعد ما انا قلتها؟ سبحان الله يعني، سبحان الله والله على ال اسمها ايه يا ربي، الانسبيريشن. سبحان الله يعني، لا بجد يعني حاجه رهيبه يعني صراحه يعني. ده لا مش معقول يعني. ده ايه ده لوحدك؟ عرفتها لوحدك؟ واحد صاحبك كان رايح على القهوه بقى صح؟ بعدين بيقول لك قلب الراجل معدته. مش فاهم مين بيقول الاقوال المقصوره اللي تجيب دوالي في المبايض دي يعني ايه قلب الراجل في معدته؟ يعني ايه قلب الراجل في معدته؟ حاجه مثلا عامل زي كانك قلت كعان الست في بطنها. يعني ايه قلب الراجل في معدته؟ بس هما غالبا يقصدوا يعني ان عشان تخلي راجل يحبك لازم تطبخي له اكل حلو. وانا احب استغل اللحظه دي واعترف بحبي لطنط وفاء ام فارس صاحبي. طنط تتجوزيني؟ ولما حد يكون طيب بنقول عليه ان قلبه كبير، على اساس يعني هو لو قلبه صغير هيكون شرير او حاجه. يا جماعه صدقوني ياما ناس قلبهم كبير ما بيعرفوش يستخدموه. ولو حد شافك بتضحك وانت ماسك الموبايل هيبص لك ويغمز لك يقول لك ايه يا عم بتحب جديد ولا ايه؟ لا مفيش، بس امك لسه بعتلي ريل. خبايا الشخصيه النرجسيه. ودايما الحب بيجي معاه حاجه اسمها غيره، اللي هو انت ما بتتعاملش مع اي حد غيري، انا بس في حياتك خلاص. انا دخلت حياتك يا ريس، انسي بقى اي مذكر. ولاد خالتك جايين. ايه ولاد خالتك دول يعني؟ مين ولاد خالتك دول ويقربوا لك ايه يعني عشان يجوا لك البيت؟ ده انا ذات نفسي ما بجيلكيش البيت. وفي مثل بيقول لك اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال. انا مش فاهم هي ايه، هي ليه يا كده يا كده يعني؟ هو ليه يا اما انا اتكسف من بنت عمي يا اما اجيب منها عيال؟ ليه ما ينفعش نقعد عادي نتكلم عن اي حاجه يعني؟ ليه يعني ليه يا اما اتكسف منها يا اما اجيب منها عيال؟ مفيش اكتيفيتيز في النص، مفيش حاجه في النص ممكن ما ينفعش ننزل السوبر ماركت؟ ممكن تفتح مواضيع كتير مع بنت عمك زي مثلا زي ما عنديش ادنى فكره ممكن تفتح ايه مواضيع مع بنات عمك، بس اكيد في حاجه يعني، اكيد في ممكن حاجه ممكن تتكلم. هي المشكله بس انها مش عمك فتتكلم فيها مثلا عن احوال البلد، ولا هي بنت عاديه تروحوا تشربوا قهوه او حاجه من الاكتيفيتيز اللي بتتعمل مع البنات دي. تغيروا كاوتش العربيه. عارف ليه قلت كده؟ حرفيا انا عمري في حياتي ما غيرت كاوتش عربيتي مثلا فسه فرحت رايح مغيره مع بنت. حرفيا دي اطرى حاجه ممكن اي راجل يعملها. ودايما بيقول لك وانت بتدور على شريك حياتك بتدور على حاجه شبه المألوف، حد شبه ماما. دور على عطف شبه ماما، حنان شبه ماما، وفاء شبه ماما، او حتى عبير او حاجه. انت بتاعتي يا طنط، انا مش هقول غير كده، انت بتاعتي مهما كل الدنيا وقفت قصادي. لو فارس ذات نفسه وقف قصادي انت بتاعتي. وفي مقوله كده بيقول لك ان اصحابك هم اهلك اللي انت اخترتهم، على اساس يعني اهلك اللي انت ما اخترتهمش تجار مخدرات يا سافل يا وسخ يا قليل الادب. ده الامبريشن بتاعي لاهلك لو كانوا تجار مخدرات وانت محتاجهم قوي. بابا لا والله يا حبيبي اخوك مش فاضي النهارده. ده الامبريشن بتاعي لو اهلك تجار مخدرات وانت بتاكل معاهم على السفره. ماما ممكن شويه مكرونه بشاميل؟ عايز حته بكام؟ وفي ناس بيحبوا المشاهير قوي، بس ده مش بيكون حب عادي، ده بيكون اوبسيشن. يعني في قبل كده واحد مثلا لقيته باعت لي صوره مع عربيتي لتحت البيت. انا قلت الجمله دي عشان ابين لكم حاجتين، اول حاجه ان عندي عربيه، تاني حاجه ان عندي بيت. الادمان يعتبر حب زياده عن اللزوم عن حاجه فانت بتعملها كل يوم، بس احنا اخترنا كام حاجه كده قلنا لو انت عملت دول حاجات الوحشه دي كل يوم يبقى اسمه ادمان، وهندخلك مصحه مع ناس مدمنين زيك الحاجه دي.
عشان تشربوها مع بعض او حاجه. وفي حاجات تانية لو فضلت تعملها كل يوم ما تبقاش ادمان عادي. يعني انا في واحد صاحبي مثلا بيشتغل كل يوم 8 ساعات. انا مش خبير مخدرات يعني، بس على ما اعتقد ده ادمان. وفي فيلم اسمه بحبك 3 نقط وانا كمان، ده اغرب اسم ممكن حد يسميه الفيلم. عامل زي لو انت مثلا عملت فيلم وسميته ازيك 3 نقط الحمد لله، او بابا مات 3 نقط الباقي في حياتك. وبيقول لك لو حبيت حد قوي غير انك هتنجرح قوي هيقولوا عليك مدلوق، هيقولوا عليك اسمك مدلوق كده. هو ايه مدلوق ده يا جماعه؟ هو انا كوبايه لبن؟ وفي كل العلاقات لازم يكون في واحد بيحب التاني اكتر من التاني. في شخص بيكون بيحب الشخص تاني اكتر من التاني. يعني مش الاتنين بيحبوا زي بعض، عشان لو الاتنين بيحبوا بعض قد بعض بالظبط هتبقى علاقه، مش تبقى علاقه. حد راح نادي الشمس قبل كده، كان في لعبه كده كنت بلعبها مع صاحبي التخين، كانت تبقى عمود وفي كرسي هنا وفي كرسي هنا، فانا كنت بقعد هنا فصاحبي التخين يقعد هنا، فاروح انا تروح عامله كده. لو الاثنين عامله كده هتبقى قشطه. لو انتوا الاثنين قد بعض بالظبط هتبقى ماشي يعني. مش مبسوط، مش حاسس ان انا مبسوط قوي. انما لو في حد اتخن من التاني، لو حد اللي هو اتخن هنا ده اسقاط ان حد بيحب حد يعني، هتبقى الحد التاني ده هيبقى فوق، مع ان في حد تاني تحت عادي او حاجه يعني. في حد تحت متضايق هيموت مكتئب، بس التاني هيبقى مبسوط فشخ. لو انت بقى سبت شويه. حرفيا انا لخصت العلاقات في 24 ثانيه. هي بالظبط دي اللعبه اللي كنت بلعبها انا وصاحبي. دي حرفيا عامله زي المنغنيق، الفرق بس اللي احنا في 2010 ومش بنحاول نحتل اسبانيا او حاجه. بس كده، دي نهايه الفيديو. بمناسبه نكته الملوخيه، انا خدت بالي ان كل الناس بيسرقوا النكت بتاعتي، فانا قررت اعمل نكته جديده لانج. مره واحد راح للبقال قال له عندك ملوخيه؟ قال له لا، وهو كان عنده جوه. بس كده، انا توفيق الحديدي، وده كان فيديو بيضحك.